بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أخوتي، اليوم أريد أن أتكلم عن موضوع يخص الجاموس العراقي، وهو الجاموس العراقي الفراتي. فهل تعلم أخي المستمع أن الجاموس العراقي الفراتي أغرب جاموس بالعالم، إذ أنه لا ينفعل أبدا، وأنه مخلص لمالكه جدا، وأنه الأغزر إنتاجا والأطيب مذاقا في العالم، وأن صوره كانت منقوشة على حيطان الحضارة السومرية منذ قديم الزمان. لهذا حبينا أن نسلط الضوء على هذا الكنز العظيم في أهوار جنوب العراق، وهي طبعا الآن هي ثروة مهددة بالانقراض أو القلة الكثيرة. فأخوتي، تربية الجاموس العراقي الفراتي أفضل اقتصاديا من تربية أبقار الهولشتاين الألمانية أو الفريزيان البريطانية، ونحن نسعى لإضافة هذه الثروة الوطنية إلى محطات تربية الأبقار والعجول والجاموس والأغنام في المستقبل، عندما نسلط هذه المواضيع وغيرها التي تخص الجاموس. فأخوتي، الجاموس العراقي ينتج بين 10 إلى 30 لتر من الحليب تقريبا، بينما تنتج أبقار الهولشتاين 30 إلى 45 لتر تقريبا. مع العلم أنه من الممكن أن تصل نسبة إنتاج أبقار الهولشتاين إلى 60 لتر من الحليب يوميا، لكن سعر حليب الجاموس العراقي أخوتي، لكن سعر يعني اللتر من حليب الجاموس العراقي يعادل 4 إلى 6 أضعاف سعر حليب الأبقار حسب المنطقة. وأنا شخصيا اضطريت إلى شرائه ب5,000 للتر، أي 5 أضعاف حليب البقر. ثانيا، الجاموس يقتات على أعلاف أقل وأرخص أو أقل جودة. ثلاثة، الجاموس العراقي لا يحتاج إلى حظائر غالية الثمن، مكيفة أو تبريد في الصيف، أو يعني دفء في الشتاء، لأنه يبرد نفسه بالسباحة كما تعلمون في الماء. رابعا، الجاموس العراقي مقاوم لكثير من الأمراض والحشرات، وأكثر تكيف في البيئة العراقية الحارة، لأن خلال فترة عملي ألاحظ أن يعني أمراض الجاموس التي تردني للعيادة قليلة جدا إلا ما ندر، لكن هو رغم ضخامة جسمه، لكن إذا يمرض يحتاج إلى عناية خاصة أثناء المرض. خامسا، الجاموس بسبب ضخامة حجمه وسرعة نموه وقلة ثمن أعلافه نسبيا يعتبر منتج مثالي للحم، لذلك ممكن تربية العجلات أو العجول، طبعا يسموها باللهجة العراقية شفج، ممكن تربيتها بدل تربية العجول الأبقار، لأنه سريع النمو نسبيا، ويحقق مكاسب عالية الثمن، ولحمه لا يقل جودة عن لحم الأبقار أو لحم العجول. سادسا، حليب الجاموس العراقي يحتوي ما يقارب 3 أضعاف الدهون، وأربع أضعاف الكالسيوم، وأضعاف العناصر الأخرى مثل الفسفور والبوتاسيوم أكثر من البقر. طبعا هذه الأرقام والإحصائيات لا أتكلم بها يعني أو تقدير من نفسي، وإنما هي نتيجة تحاليل مختبرية فتوصلوا إلى هذه النتائج. لذلك نلاحظ أهلنا عندما يحدث كسر أو بعض الأمراض يستعملون حليب الجاموس. كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات مركزة وعناصر تقوية المناعة، مما يجعله علاج لكثير من الأمراض والوقاية، وعلاج السرطان وأمراض القلب والكسور والحوادث. حتى اعتبر وصفة طبية رسمية في العراق، اعتمدها الأطباء لعلاج الكثير من الإصابات والأمراض. هذه وغيرها جعلت من تربية الجاموس العراقي الفراتي أكثر فائدة وجدوى اقتصادية من تربية أبقار الفريزيا والهولشتاين الغالية الثمن. أخوتي، كما أن الجاموس العراقي الجاموس العراقي حيوان ذكي يتمتع بقدرة فائقة على التعايش والألفة مع مربيه أكثر من المواشي الأخرى، حيث يطلق مربي الجاموس اسم على كل جاموسة يميزه عن غيره، يحضر حين يناديه باسمه، ويصدر أصواتا كأنه يفهم ويتكلم مع من يناديه. طبعا أنا نشرت أحد الفيديوهات، تقدرون تلاحظوها كيف كان حنان
خالة الشفج عندما أبعدناه عنه تقدرون تلاحظوا بالفيديوهات التي نشرتها. حتى في رعيها تذهب وحدها إلى أماكن الرعي أو السباحة لمسافات بعيدة جدا، خاصة في مناطق الأهوار أو المناطق النائية، وتعود بعد انتهاء ساعات النهار لحظائرها. يعني تأتي المغرب إلى حظائرها وحدها دون راعي. كما أنه بالرغم من ضخامته وشكله المخيف إلا أنه حيوان عاطفي جدا. لذلك نلاحظ أن أغلب يعني الأهالي في مناطق الجنوب يفضلون تربية الجاموس على تربية الأبقار، لأنه حيوان يعني سهل التربية وممكن اقتناءه بسهولة، وممكن تربيته بسهولة وبدون أي مشاكل أخرى تخص التربية. لذلك أخوتي أنصح أنا الأهالي وأنصح من يسمع صوتي والدولة أن تهتم وتخصص مشروع وبحث لتربية الجاموس العراقي وتحسين النسل بشكل علمي مدروس. وأنا مستعد أن أكون أحد المساهمين مجانا في هذا المشروع لرفد الثروة الحيوانية في العراق بما يتطلب والتحديات التي تواجه بلدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.